السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا يا ريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الأهلي يفاجئ لاعبيه الراحلين بعد التتويج بكأس مصر. فاجأ النادي الأهلي لاعبيه الراحلين عن صفوف الفريق بصرف مكافأة فورية لهم بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك بنتيجة 2-0. خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر صرف مكافأة للاعبي الفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر شاملة الراحلين الذين شاركوا في البطولة منذ بدايتها، مثل حمدي فتحي الذي انتقل إلى الوقرة القطري، وأحمد القندوسي الذي رحل معارا لسيراميكا كليوباترا، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي، ومحمد فخري لاعب فاركو، وعلي لطفي ورأفت خليل ثنائي زد. وشارك اللاعبون الراحلون في بطولة كأس مصر التي توج بها الأهلي، إذ سجل أحمد القندوسي هدف تأهل الأحمر أمام المصري في ربع النهائي. وقررت إدارة الأهلي مضاعفة المكافآت المالية لكل لاعب في قائمة الفريق بالمباراة، إذ تتراوح مكافأة اللاعبين من 200,000 جنيه إلى 250,000 جنيه. ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في تمام 9:30 مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 15 من دوري نايل. بالتوفيق للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.